السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، وأهلا بيكم في فيديو مهم جدا لأي خريج جديد أو حتى طالب في آخر سنة وبيفكر يشتغل في بنك، سواء خريج فريش أو خبرة أو حتى طالب. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض على كل حاجة لازم تعرفها عشان تشتغل في بنك، زي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك اسكندرية، ومن غير أي واسطة ولا معرفة ولا حتى علاقات. أنا عملت الفيديو ده بناء على أسئلة كتير جاتلي من ناس بتسأل زي أبدأ منين، أقدم إزاي، هل فعلا في أمل. هاقول لك المفروض تعمل إيه لو أنت طالب أو خريج أو حتى خبرة، وإيه الحاجات اللي تخلّيك ليك الأولوية إن أنت تتقبل بسرعة، كل ده ناتج عن عصارة خبرة سنين أو باختصار كده الزتونة. فركّز معايا للنهاية وهتطلع من الفيديو ده معاك خطة كاملة إن شاء الله تمشي عليها وتبقى جاهز لأول وظيفة في الcareer بتاعك. جهّز ورقة وقلم عشان تكتب النوت المهمة ليك في الفيديو ده. يالّا نبدأ. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، مش إن أنت تقدّم في بنك إن أنت تعمل CV كويس، ولا إن أنت تروح تقدّم على الموقع على طول، ولا تروح تعمل interview من غير ما تعرف الحاجات دي. هي إيه؟ لازم تفهم المجال كويس. أول حاجة تسأل نفسك أنا عايزة أشتغل إيه جوّه البنك؟ في ناس كتير فكرتها عن البنوك إن هُم بيشتغلوا حاجتين بس، يا إما في الخزنة يا إما في خدمة عملا. حقيقة إن هو البنك مش مقتصر على القسمين دول بس، بل في أقسام كتير جدًا جوّه. لازم أنا لمّا أقدّم على البنك، في الأقسام اللي في البنك كتير أوي، تعالوا نتعرّف عليها. طبعًا دي الأقسام المكتوبة، بس مكتوب القسم اسمه إيه. ناس كتير أوي مش هتعرف هو العمليات بيتعمل فيها إيه، القروض والتمويل بيتعمل فيها إيه، إدارة المخاطر بيتعمل فيها إيه، والتسويق وهكذا. فأنا هاشرح باستفاضة كل قسم لوحده، وأنت على الأساس اللي هتفهم بيه كل قسم، هتختار القسم اللي أنت حابه أو حاسس إن أنت عندك معلومات أو خلفية عن المجال ده أكتر. تعالوا نبدأ بالعمليات المصرفية. العمليات المصرفية دي مهمة جدا في البنك، بتبقى في الباك أوفيس. من المهام بتاعتها بتبقى فتح الحساب، التحويلات، إدارة الحسابات، والمهارة المطلوبة فيها إن أنت يكون عندك دقة وتركيز وسرعة. لو أنت من الناس اللي هي الانطوائية أو ما بتحبش التعامل مع الناس، وبتحس نفسك إن أنت بتركّز أوي، بتبقى مركّز وأنت لوحدك بتمخمخ في الشغل كده، فأنت قسم العمليات المصرفية ده بالنسبة لك هيبقى كويس. دي كده نبذة بسيطة عن العمليات المصرفية. طيب بالنسبة للقروض والتمويل، فالقسم ده من الأقسام التقيلة في البنك. يعني أنت لو عندك القدرة إن أنت يكون عندك تحليل وفهم الاقتصاديات، فأنت القسم ده هيبقى بالنسبة لك كويس جدًا. طيب يا سيدي، قسم القروض والتمويل ده بنعمل فيه إيه؟ قسم القروض والتمويل ده قسم بيحلل طلبات القروض وبيحدد مين يستحق ومين ما يستحقش. في فيديو قبل كده أنا كنت اتكلمت فيه عن منح القروض، سوري، عن أسئلة interview. كان في سؤال بيقول لو أنت هتمنح عميل قرض إيه الحاجات اللي أنت هتعملها؟ ففي الفيديو ده كنت شارحة حاجات بسيطة كده عن القسم بتاع القروض. ممكن تنزلوا تشوفوا الفيديو بتاع الأسئلة، ومنه برضو هتاخدوا خلفية عن القسم ده. فهو قسم القروض والتمويل ده برضو عايزة أرجع وأكد إن هو من الأقسام التقيلة في البنك. فأنت لو عندك المهارات اللي أنا قلتها دي، فأنا أرشح لك القسم ده كويس جدا. ده كده بالنسبة للقسم التاني. بالنسبة للقسم التالت، إدارة المخاطر. هي إيه إدارة المخاطر؟ إدارة المخاطر ده بيبقى جزء منه ليه علاقة بالقروض والتمويل. بيعملوا فيه إيه؟ بيتأكدوا إن البنك ما يتعرضش أو ما يعرضش العملاء بتاعته للمخاطر، بيحاولوا بقى يعملوا الاستعلامات. ويعتبر 90% من الشغل بتاعه ليه علاقة بالقروض. محتاجة ناس يكون عندها تفكير استراتيجي وبتقدر تحلل بيانات. وبرضه من الوظائف اللي هي بتكون في الباك أوفيس، أنت مش بتتعامل مع عملاء. كل الأقسام اللي أنا اتكلمت فيها دي كلها أقسام أنت مش بتتعامل فيها مع عملاء. وفي 2 أنا ما قُلتهمش، خدمة العملا والخزنة أو الteller. أنا ما اتكلمتش عليهم عشان 90% من الناس يعرفوا القسمين دول، فأنا هاقولهم شفهي. خدمة العملا دي
هتبقى كويسة ليك جدًا لو أنت شخص اجتماعي وبتحب تتكلم مع الناس ومقنع، فأنت بالنسبة لك خدمة العملا دي كويسة جدًا. لو أنت شخص بتركز جدًا في الأرقام والحسابات، فأنت بالنسبة لك وبرضه بتتعامل مع الناس وبتعرف عندك مهارات soft skills وبتعرف تتكلم، فبرضه بالنسبة لك قسم الخزنة كويس عشان القسمين دول هُم اللي بيتعاملوا مع العملا. فكده خلصنا من إدارة المخاطر، ندخل بقى على التسويق البنكي. التسويق البنكي ده أهم حاجة أو أهم مهارة لازم تكون عندك عشان تدخل القسم ده، تبقى creative أو بتفكر بطريقة creative تخلّيك آآ ثانية كده، تخلّيك تجيب أفكار، الأفكار دي عن طريقها تجيب عُملا جديد للبنك وتجذبهم، زي الإعلانات اللي بتيجي مثلًا في رمضان عن البنك وهكذا. وبرضه بيشتغلوا بيعملوا اللي هي التسويقات اللي بتاعة البطايق والقروض وبما فيها كل ده. طبعًا المطلوب في الوظيفة دي الإبداع، تمام، يكون عندك مهارات تواصل كويسة جدًا وفهم لسلوك العميل. قسم الموارد البشرية الHR، وده في ناس كتير أوي بتبقى حابة تدخله. فتعالَ أقول لك إيه هي المهارات أو إيه هي المهام الوظيفية بتاعة القسم ده. طبعًا إحنا عارفين كلنا هو إيه الموارد البشرية والHR، بس أنا هاشرحها برضه تاني. طبعًا زي أي شركة فيها مسؤول بيبقى مسؤول عن التوظيف، التدريب، تقييم الأداء، كل ده من المهام الوظيفية اللي بيعملها الHR. تمام، أنت لو بتحب تتعامل مع الناس وبتفهم في تنظيم الشغل الداخلي، أعتقد المجال ده هيبقى مناسب ليك جدًا. ده كده باختصار الHR. تعالوا ندخل على اللي بعده، العلاقات العامة، اللي هو بيقولوا عليها الPR، اللي هو الpublic relation. تعالوا نشوف بتاع العلاقات العامة ده بيعمل إيه، وإيه المهارات المطلوبة عشان تشتغل علاقات عامة. دايمًا كده في أي بنك أو أي شركة كبيرة بتلاقيهم عاملين حفلات على جنب، فعاليات، فكل الحاجات دي مين اللي بيرتبها أو مين اللي بينظمها؟ بتاع الPR، بتاع العلاقات العامة. فأنت كده فهمت هو بتاع العلاقات العامة ده بيعمل إيه، تمام؟ هو بيركز على صورة البنك قدام الجمهور وبيجهز الفعاليات والحملات الإعلامية، تمام. طب هو محتاج إيه بقى؟ محتاج ناس لبقة شخصيتهم قوية ومؤثرة. فأنت لو عندك الصفات دي فممكن تقدم في قسم العلاقات العامة. طبعا دي كل الأقسام وبتبقى فيها أقسام تانية زيادة. كل ده هسيبها لكم في رابط تحت الفيديو إن شاء الله. ده الرابط بتاعها، خدوا كوبي وهخليه في الوصف بتاع الفيديو إن شاء الله. فأنت ممكن تدخل عليه برضو وتقرأ أكتر عن كل قسم وتشوف القسم المناسب ليك، بحيث أنت لما تدخل تعمل انترفيو ويسألك يقولك أنت محتاج تدخل قسم إيه، هتقول له معرفش، هتبان قوي إن أنت مش بروفيشنال وإن أنت شخص مش مهتم، أنت عايز تشتغل وخلاص، مش محدد أنت عايز إيه. فكونك إن أنت داخل البنك وعندك نبذة عن كل قسم أو عارف الأقسام دي بيشتغلوا فيها إيه أو بيعملوا إيه، ده بيبين إن أنت شخص بروفيشنال حتى في الانترفيو لما بتتسأل. تمام كده، ده بالنسبة للجزء ده. فأنت برضو زي ما قلت لكم كل واحد يشوف هو إيه القسم المناسب ليه أكتر. مثلا لو بتحب الأرقام والتحليل ممكن تدخل ريسك أو ائتمان، لو شخص اجتماعي وبتحب تتكلم ممكن تدخل خدمة عملاء زي ما قلنا. فكل واحد على حسب المهارات بتاعته وعلى حسب هو حابب يدخل إيه. ما تبقاش زي الناس اللي هي داخلة، وده أنا بشوفه 99% من الناس تبقى داخلة انترفيو وهي مش عارفة إيه الأقسام بتاعة البنك. هو داخل هو عايز يشتغل في البنك بس هو مش عارف أو مش محدد هو هيشتغل إيه. فدي يا جماعة والله غلطة كبيرة جدا. والجزء ده مهم إن أنت تركز فيه وتعرف أنت داخل إيه. حتى لو أنت مش هتستفاد بيه وهتذاكره مثلا قبل انترفيو بشوية أو تعرف عن كل قسم، لأ ذاكر من دلوقتي، شوف كل قسم بيتكلم عن إيه عشان لما تبقى داخل انترفيو تبقى أنت مش لسه هتحدد، لأ أنت محدد أنت هتدخل إيه، وقبل كده قريت عن القسم ده سواء في جوجل، في مجلات، في أي مكان تبقى قريت عن القسم وذاكرته كويس وعارف بيعملوا بيه إيه. فأنت داخل محدد هدفك، فده حاجة كويسة جدا. والناس الأقلية اللي بيعملوا كده، فأنت لو أنت داخل انترفيو وعارف كل قسم بيعمل إيه فأنت كده وحش المجال، أو بالنسبة اللي بيعمل لك الانترفيو أنت كده وحش في المجال. عشان زي ما قلت لك الأقلية بيبقى داخل هو مش عارف هو هيدخل يعمل إيه، لا هو بيدخل بيقول أنا يا إما هشتغل كاستمر سيرفيس يا إما خزنة.
دي ناس كتير قوي بتبقى فاكرة ان هما دول بس اللي في البنك. عشان بس ما نطولش كده الجزء ده احنا خلصناه. تعالوا ندخل على الجزء اللي بعده. كده احنا عرفنا كل قسم في البنك وعرفنا هو بيعمل ايه، واحنا حددنا احنا محتاجين نعمل ايه. هنعمل ايه بعد كده؟ هندخل نقدم على البنك وعن طريق الابليكيشن اللي احنا بنملاها او عن طريق الموقع اللي احنا بنقدم عليه بنختار احنا حابين ندخل قسم ايه. في بنوك كتير قوي لما بتيجي تقدم بيقولك حدد انت ايه القسم اللي انت حابب تدخله، وعلى اساس القسم اللي انت بتختاره ده فبيختاروا الاولوية بتاعتهم. يعني لو هو محتاج كاستمر سيرفيس وخزنة، فاول لما يبقى في مكان متاح بيبعت لي الاولوية اللي هم اختاروا القسمين دول، وهكذا. كده خلصنا من السكشن ده. تعالوا ندخل على اللي بعده. خلاص قدمنا وجهزنا كل حاجة وترد علينا. هنعمل ايه بقى؟ ده طبعا بيبقى ليه ورق. كل بنك على حسب هو طالب منك ايه بيجيلك رسالة بيقولك انت مطلوب منك تجيب كذا وكذا وكذا، بس مين الحاجات الأساسية بتبقى الصورة الشخصية، صورة المؤهل، والسي في. دول حاجات أساسية لازم تجهزهم انت ورايح تقدم او انت رايح تعمل انترفيو لما تتقبل ان شاء الله او يتبال. بالنسبة لتجهيز الورق، تجهيز الورق ده مش تجهيز الورق لما يتبعت لك، لا ده تجهيز الورق وانت لسه بتقدم، انت لسه دلوقتي في مرحلة التقديم. فانا هعمل ايه او هحضر ازاي؟ اول واهم حاجة لازم نعملها او نشتغل عليها اللي هي السيرة الذاتية او السي في. في ستيبس كده بسيطة لازم نعملها. اول حاجة لازم تكون متنظمة كويس، تبقى انا ك اتش ار لما ابص عليها افهم انت كاتب ايه، مترتبة متنظمة، عامل العناوين ببنط عريض، كاتب تحت المهام الوظيفية بتاعتك، تحت كل وظيفة انت اشتغلتها المهام الوظيفية انت اشتغلت ايه عملت ايه، كاتب التواريخ، الشهادات والاكسبيرينس، كل ده مهم، كاتب مستوى اللغة بتاعتك. كل دي حاجات أساسية في السي في لازم تبقى موجودة. لازم السي في بتاعك طبعا زي ما قلنا يبقى بي دي اف بلغة إنجليزية بسيطة، متحطش كلام كتير، ركز على أهم حاجات زي المؤهل، تدريبات، المهارات. المهارات دي تشمل 3 حاجات: الإكسل والإنجليش والكوميونيكيشن. اللغات طبعا مهم، وسائل التواصل. تمام. لو عندك لينكد إن حط اللينك، هتحط الميل بتاعك دي حاجة أساسية، رقم تليفونك حاجة أساسية. لينكد إن ده حاجة اختيارية ممكن تحطها ممكن ما تحطهاش. اسمك طبعا ثلاثي من فوق خالص بالبنط العريض. أول حاجة في العنوان من فوق دول أهم 3 حاجات: اسمك، بعدها تحت عنوان، إيميل، رقم تليفون. دي حاجات أساسية من فوق، وبعدها بقى تحط المؤهل والتدريبات واللغات بتاعتك. ده كده بالنسبة لي حاجات أساسية لا غنى عنها في السي في. لو في حاجات أنت ما كتبتهاش غير دول ما عنديش مشكلة، بس دول أهم حاجة في السي في طبعا بالعناوين. ده كده بالنسبة لأول حاجة السيرة الذاتية. تمام. بالنسبة للحاجة التانية اللي ممكن نعملها، في بنوك أو في شركات كتير بتطلب حاجة اسمها خطاب تعريفي اللي هو الكفر ليتر. الكفر ليتر ده بيبقى عبارة عن إيه، أو ليه البنوك بتطلبه، أو إيه ليه الشركات بتطلبه. الكفر ليتر ده يا جماعة باختصار هو بيقول أو بيشرح أنت مين، بتعمل إيه، اشتغلت إيه، كل ده باختصار. تمام. بيبقى في صفحة
بتكتبه للشركة وبتقول له والله أنا فلان الفلاني اشتغلت كذا وكذا وكذا ومحتاجة أشتغل في شركتكم عشان كذا وكذا وكذا، طبعا في مختصر صفحة واحدة. في أماكن كتير زي ما قلنا بتطلبه. بلس لينكد إن بتاعك هأكد عليه تاني. لينكد إن ده يا جماعة تعاملوا معاه كأنك بتتعامل مع السي في بتاعك صورة بروفيشنال. تحط كل البيانات بتاعتك صحيحة زي ما هي في السي في بالظبط، وهتكتب هترفع عليه السي في اللي انت عامله وتكتب عليه كل البيانات بتاعتك والميل بتاعك وكل حاجة. وهتتابع بقى الصفحات اللي هي بتاعت البنوك والاتش ار فيها. وزي ما قلنا طبعا في بنوك كتير الفترة اللي فاتت بتنزل كتير على لينكد ان، بس ما بتنزلش ايميلات ولا بتنزل لينكات ولا بتفتح الموقع، ولكن التقديم بتاعها يقتصر على لينكد ان. ده كده بالنسبة لتجهيز الورق علشان أقدم. ندخل بقى على اللي بعده، المهارات المطلوبة. الجزء اللي جاتني فيه أسئلة كتير قوي من ناس لسه متخرجة وناس experience، ناس لسه طلاب. ايه المهارات اللي انا اشتغل عليها تخليني اشتغل في بنك؟ هل اخد سي ام اي؟ هل اخد سي اف اي؟ ايه الكورسات اللي انا اخدها؟ هقول لك باختصار، هو الموضوع ابسط من كده بكتير. مش محتاج تاخد 20,000 أو 10,000 شهادة. مش لازم تبقى واخد 20,000 برضه كورس. مش لازم تبقى اشتغلت شغل كتير قوي واكسبيرينس مثلا 20 10 سنين. المهارات ببساطة اللي هي مكتوبة دي، في مهارات أساسية. فالمهارات الأساسية دي متقسمة لجزء مكتسب وفي جزء ممكن يكون مكتسب أو غير مكتسب. فأنا هقولك إزاي مكتسب أو غير مكتسب. أول حاجة مهارات التواصل. في ناس بتبقى من هي وصغيرة أو هي مولودة كده لبقة في الكلام، طريقة كلامها حلوة تشدك تجذبك، بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة، بتعرف تتعامل، بتعرف تهندل المشاكل. ففي ناس تقولك الإنسان ده لبق في الكلام. يعني إيه لبق في الكلام؟ يعني عنده مهارات تواصل، ودي أهم experience مطلوبة في شغل البنوك وأي شغل عموما. في ناس هتقولي لأ أنا أصلا ما بحبش أتعامل مع ناس، أنا انطوائية، أنا مش بحب أكلم حد. فأنا عايزة أقولك إن هو لا مفر من إن احنا يبقى عندنا مهارات تواصل. ففي حلول أنا أقدر آه، أوصي بيها أو أنصح بيها الشباب اللي هو طالع دلوقتي. في ناس كتير أوي مش بتحب تتعامل مع ناس، فهقول لك نصيحة كده، ممكن تاخد كورسات سوفت سكيلز، مهارات تواصل، تتعلم في جروبس، تدخل أنشطة فيها جروبات زي الستودنت اكتيفيتي من كلية. بالنسبة للناس المتخرجة ممكن تشارك في ورش عمل يبقى فيها جروب من الناس، تتعامل مع الناس، تشوف ده بيحل مشاكل ازاي، ده بيتكلم ازاي، ده بيطلع يعمل برزنتيشن حلو جدا ازاي. فأنا المهارة دي أنا والله لو رجع بيا الزمان هرجع أشتغل عليها بدل المرة 1000. فدي من المهارات المهمة جدا. ده كده بالنسبة لمهارة التواصل دي، طبعا قلت دي أهم حاجة. تمام. الحاجة التانية اللغة الإنجليزية. ده برضو من الشروط الأساسية إن أنت يبقى عندك لغة إنجليزية. مش شرط تبقى فلوينت وبتبقى 100% بتعرف إنجليش، ولكن هو محتاج منك الحاجات الأساسية. بتعرف تتكلم، بتعرف تفهم لما تسمع جملة بالإنجليش، تعرف تفهمها أو تعرف تترجمها وتعرف ترد عليها بنسبة 85% أو 80%. هو مش محتاج منك أكتر من كده. ودي ببساطة ودي ببساطة كده حاجة سهلة جدا. هقولك على حاجة، هات الكتاب الإنجليزي أو هات الملخص أو هات اللي هو المفكرة بتاعة تالتة ثانوي دي اللي بتبقى شاملة كل القواعد بتاعة الإنجليش وذاكرها. وحاول لو انت مش كويس او الانجليش بتاعك ضعيف، حاول تشتغل عليه الفترة دي. حاول تقرا قصص قصيرة، ترجم كل كلمة تسمعها. هات ورقة وقلم واكتب اي كلمة انجليش تعدي عليك انت مش فاهمها او عارفها واحفظها. في مواقع او في مصادر تتعلم منها كويسة جدا، برضو هنزلها على الجروب بتاع التليجرام. اكتبولي في الكومنت لو انتوا محتاجينها، هدخل ارد على كل واحد وابعتله المصادر اللي انت تقدر تذاكر منها انجليش وتعدي. في فيديو برضو كامل انا شارحة فيه الطريقة بتاعة الانجليش بتيجي ازاي بالظبط، وشرحت الفيديو ده كامل باستفاضة، هتلاقوه على القناة. هتلاقوا هتلاقوا الطريقة بالظبط اللي بيجي بيها. فانت اسمعوا وشوف هو ايه الانجليش او ايه المستوى اللي بيجي بيه
فأنت لو حاسس نفسك إن هو بالنسبة لك الإنجليش ده كويس ولو جه عدّى عليك هتعرف تحل بيه كويس، فأنت كده زي الفل. لو أنت حاسس بصعوبة جدًا فأنت لأ، حاول ترجع للgrammar اللي أنا قُلت لك عليها، وحاول تشوف مصادر وتذاكر منها English وتطوّر من الإنجليش بتاعك. طبعًا المهارة اللي هي PowerPoint وWord وMicrosoft Excel دي مش مهارة أساسية، وهو مش هيطلبها منك ولا هيطلبها منك في الinterview ولا يسألك عنها، ولكن أنت في الشغل هتضطر تشتغل بالMicrosoft Excel والWord والPowerPoint، ممكن تشتغل بيها أو لأ، فأنت محتاج يبقى عندك خلفية. في وظايف بتحتاج دول كمهارة أساسية، وفي وظايف لأ. أنت شوف الوظيفة اللي أنت حابب تشتغل فيها، وشوف هل هي هتتطلب إن أنت تشتغل بالإكسل والوورد والباوربوينت، فأنت لازم تبقى كويس فيهم على الأقل المستوى بتاعك مثلا 75 أو 80%. لازم يبقى عندك سرعة تعلم، ودي اللي بيعمل لك انترفيو مش هيلاحظها، بس وانت بتاخد 3 شهور تريننج، اول 3 شهور هما بيحطوك تحت الاختبار، بيشوفوا انت بتتعلم بسرعة ولا انت فضلت 3 شهور، وحتى بعد 3 شهور برضو بتغلط نفس الغلطات بتاعتك. طبيعي كلنا اول 3 شهور في ايام التدريب بنغلط وبنرجع نتعلم وبنغلط وبنرجع نتعلم، هو بيديك 3 شهور تتعلم فيهم. فلو انت فضلت تغلط الغلطات دي كتير، فهو بياخد عنك impression ان انت مش بتعرف تتعلم بسرعة والموضوع هيبقى صعب. اللباقة والهدوء تحت الضغط، ودي اللي بيعمل لك انترفيو بيقيسها بان هو بيسألك أسئلة زي لو جالك عميل غاضب هتعمل ايه، كل ده طبعا. والبادي لانجوج بتاعتك، انت بتتكلم ازاي، قاعد مكسوف ولا قاعد بتتكلم واخد أريحية وبتشرح بإيدك عادي جدا، كل ده بيتعرف في الانترفيو. فالهدوء واللياقة دي بيفهمها أو بيعرفها ال HR من وانت في الانترفيو. ده كده بالنسبة للمهارات المطلوبة كلها والأساسية. طبعا أنا ما ذكرتش لو قلت لك تاخد كورس معين ولا تاخد شهادة معينة معتمدة ولا كل الكلام ده. فدي كده المهارات المطلوبة. تعالوا ندخل على السكشن اللي بعده. خلاص بقى احنا عرفنا احنا داخلين هنعمل ايه، وقدمنا وجهزنا الورق بتاعنا واتبعت لنا ميل ان احنا ندخل انترفيو. هنعمل ايه؟ هنستعد للانترفيو. طبعا الحاجات الأساسية اللي احنا نراجعها أو نستعد ليها في الانترفيو، أهم حاجة هنراجع الأسئلة المتكررة، ايه هي نقاط القوة، ايه هي عايز تشتغل ايه في البنك، عايز تشتغل ليه عايز تسيب شغلك. الأسئلة دي وزيها 30 سؤال أنا شرحتهم كلهم في فيديو واحد، فده بالنسبة لك سهل جدا. هتسمع الفيديو إن شاء الله، مش هتحتاج تعمل أو تراجع أي أسئلة تانية. الحاجة التانية عايزاك تاخد ورقة وقلم وتكتب الأسئلة اللي انت حاسس نفسك ممكن تقف معاك، وتقف قدام المراية تخلي حد يسألك أو تسأل نفسك وترد على نفسك قدام المراية وتشوف نفسك انت بتجاوب ازاي. هل انت بتجاوب وانت مكسوف وحاطط ايدينك كده مشبكها في بعض، ولا بتتكلم بأريحية وبتفرد ايدك عادي ومرتاح في الإجابة. دي حاجة مهمة. عايزة اقول لكم ان ممكن اللي بيعمل لك انترفيو ده يسألك سؤال هو مش مستني منك إجابة نموذجية، ولكن هو مستني يشوف ردة فعلك ايه، هتخاف، هتهته في الكلام، ولا الموضوع هيبقى بالنسبة لك عادي جدا وهتجاوب بأريحية. فاحنا لو احنا مجهزين الأسئلة وعارفين ان احنا هنتسأل في ايه ومجهزين نفسنا، فده بيقلل من التوتر. وعايزة اقول لكم ان التوتر ده اكتر حاجة هتخليك تترفض في انترفيو. انا اعرف ناس كتير قوي كانت معايا وجاوبت كويس، اتسألت 4 أسئلة جاوب عليها كلها وكانت إجابات نموذجية بالظبط، واترفضوا وطلعوا قالوا لي احنا اترفضنا، احنا مش عارفين اترفضنا ليه. فأنا وبتكلم معاهم كده قالوا لي والله أصل أنا وبجاوب، أو أصل أنا وقاعد ما كنتش قاعد مرتاح وكنت بهز بالكرسي وكنت متوتر وكنت بتهته. هو ده السبب الأساسي اللي اترفض علشانه، بالرغم ان هو كان مجاوب كويس جدا. فدي غلطة نخلي بالي منها ونقعش فيها زي غيرنا. نركز على ان احنا نحفظ الأسئلة، ولما نيجي نتسأل نتوتر او منعرفش نجاوب.
او البادي لانجوج بتاعتنا تفضحنا. فكل ده لازم تبقى مجهز له قبل ما تروح وقبل ما تقعد قدام اللي بيعمل لك انترفيو. خلاص احنا جهزنا الأسئلة عملنا ريفيو وجهزنا نفسنا وخلاص احنا جاهزين تمام. هنحضر لبس كويس جدا، لبس مكوي ونضيف، وريحتك لازم تبقى كويسة. كل ده بيدي انطباع للانترفيو واللي بيعمل لك انترفيو ان انت قد ايه شخص بروفيشنال. واللبس الحلو او اللبس المترتب يا جماعة في الانترفيو بيدي انطباع والله جميل جدا. وفي ناس ممكن تترفض عشان ان هي مش لابسة كويس او متبهدلة او كده، سبب طبعا 100% يخليك تترفض. في وظايف وبالنسبة يعني نسبة 100% شغل البنك ده لازم يبقى شكلك كويس ومترتب. فدي من الحاجات الأساسية اللي لازم نركز عليها برضو وناخد بالنا. النصيحة الأخيرة خليك هادي وواثق وابتسم دايما. انت وداخل تعمل انترفيو متبقاش مكشر ومتوتر، ادخل ابتسم قبل ما تقعد. الابتسامة دي بتدي اللي بيعملك انترفيو انطباع كويس ان انت شخص متفائل، تديله انطباع حتى لو متوتر ان انت مش متوتر. ف انا كده خلصت الجزء بتاع الاستعداد للانترفيو. برضه لو في اي حد عنده اي سؤال يكتبلي في الكومنت وانا هجاوب عليه. كده احنا خلصنا الجزء ده، ندخل على الجزء. هو مفيش جزء تاني طبعا، وصلنا للنهاية. ولكن انا مش هسيبكم كده، في شوية نصايح مهمة انا حابة اقول لكم عليها. تمام. اولا ما تسمعش اللي يقولك صعب تشتغل من غير واسطة، يعني والله انا اشتغلت وصحابي كتير اوي اشتغلوا كلهم من غير واسطة. الفرص بتجيلك لما تكون جاهز ليها، لما تبقى مجهز نفسك وكل يوم بتقدم وكل يوم بتدور على شغل جديد. فانت كل ده بيعتبر سعي، ربنا ما بيضيعش تعب حد. خليك مقتنع بالجملة دي جدا. حتى لو اتأخرت ما تيأسش. يعني انا اعرف ناس كتير بنك اتبعت لها بعد 3 سنين واتقبلت. لما تترفض مرة خلاص ما تعتبرش ان دي اخر مرة وخلاص، لا، حاول مرة واتنين وتلاتة. كل ده بيزود فرصك ان انت تتقبل. ده كده بالنسبة لآخر كام نصيحة كان نفسي اقوله. فلو انت خلاص وصلت معايا لحد اخر الفيديو فانت فعلا شخص مجتهد وربنا هيكرمك. وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب، وسيب لي كومنت لو عندك اي سؤال او محتاج اساعدك في السي في او اي حاجة في البنوك او مقابلات البنوك. ربنا يوفقكم يا جماعة ويوفق اي حد بيحاول يشتغل بكرامة ومجهود. شكرا جدا ليكم.